كل مرة بتأجل، كل مرة بتقول هبدأ من بكرة، كل مرة بتمسك التليفون وتقول أنا كده هبدأ من بكرة، كده كده التليفون معايا واليوم كده كده ضايع، أبدأ من بكرة أفضل. ويجي بكرة وتقول أبدأ من بعده، ويجي بعده وتقول أبدأ من بعده، وعلى طول على الحال ده يا صديقي، وتلعب ألعاب جيمز ولا في بالك، وليل ونهار يا صديقي بتلعب بالتليفون وشغال على التيك توك يا صديقي والفيس والانستجرام، ولا في دماغك اي حاجة. ولكن يا صديقي انت مش كسلان، انت يا صديقي تعودت على الجرعات السريعة. الجرعات السريعة دي يا صديقي هي الجرعات السهلة من الدوبامين، زي الضحكة السريعة يا صديقي، فيديو قصير، إشعار جديد، متعة بدون مجهود يا صديقي. ولما بتيجي مهمة صعبة يا صديقي أو مهمة سهلة ولكن تحتاج صبر يا صديقي، زي المذاكرة، زي الشغل، زي التمرين، يحس دماغك إنها أمر ممل وإنت مش هتقدر تعديه إطلاقا. ولكن يا صديقي كل مرة تأجل، كل ما تلقاها حاجة عايزة بس صبر تأجل وتقول بكرة أعملها وأفضل. ولكن يا صديقي انت مش ضعيف، لكن انت تعودت على الاختيارات السهلة. الكسل الحقيقي يا صديقي انك انت تعرف السبب وما تحاولش تغيره. ابدأ بالشيء البسيط، ما تبدأش بحاجة كبيرة، ومش لازم تكون مثالي يا صديقي. ابدأ ب10 دقائق تركيز بدون جوال، بدون أعذار يا صديقي. مش مهم تكون طالب مثالي أو مثالي في أول يوم إنك تقضي كل حاجة وتنفذها اللي مطلوب عليك، ولكن يا صديقي خدها بالتدريج، خد كل حاجة بالتدريج. ولما تيجي تذاكر يا صديقي وتبدأ مذاكرة، طبعا نسبة الدوبامين يا صديقي عالية لما كنت تتفرج وتتصفح التيك توك يا صديقي والريلز والفيس والانستجرام، وتيجي بعدين تذاكر هتلقى الدوبامين انخفض مرة واحدة. طبعا لما ينخفض يا صديقي مرة واحدة هتلقى نفسك دماغك صدعت، مش قادر تذاكر، بتفتش في الصفح وخلاص مش عارف تركز في كلمة واحدة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقه من اصدقائي، رب تكون بخير وصحه وعافيه وسلام. النهارده باذن الله فيديو قوي جدا، واهم حاجه تكون مشترك في القناه ومفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت في التعليقات عشان باذن الله يوصلك كل جديد. لو حسيت يا صديقي بنفس الاحساس ده انت مش ضعيف، ده دماغك يا صديقي المتعوده على المكافآت السريعه، لان الماده يا صديقي اللي جوه دماغك دي اسمها الدوبامين، وهي يا صديقي اللي بتخليك تتحمس لما تشوف اشعار جديد على الفيديو او لعبه يا صديقي او حتى اكل انت بتحبه. الحل يا صديقي انك مش تبطل اي حاجه فيها متعه، الحل يا صديقي انك توازن حياتك. ابدا يا صديقي بالمهام الصغيره والانجازات، وخلي المخ يا صديقي يفرح بالحقيقه مش بالسرعه يا صديقي. ولو فهمت ده يا صديقي هتقدر تتحكم في حياتك وتركيزك. لا تنسى اللايك والاشتراك يا صديقي، وان تفعل زر الجرس وتكتب لنا كومنت جميل في التعليقات، وباذن الله تنتظروا القصه الجديده والفيديو الجديد اللي انا هعمله ان شاء الله. اهم حاجه يا صديقي تكون تكتب لنا تعليق يشجعنا، وبرضه ما تنساش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كم جاد من